لو كنتي من الناس اللي دماغها شغالة 24 ساعة، قلبك بيدق بسرعة من أقل توتر، أو حتى بتحسي إنك تعبانة من غير سبب واضح، يبقى الفيديو ده ليك. هنتكلم النهاردة عن كتاب بسيط بس عبقري اسمه فن الاسترخاء. هيغير نظرتك للتوتر ويعلمك تهدي من غير لا دكاترة ولا أدوية. يلا بينا. وإيه فن الاسترخاء ده؟ يعني الجسم بيعمل حاجة اسمها استجابة الاسترخاء. الكتاب ده اللي بنتكلم عنه النهاردة كتبه دكتور في هارفارد اسمه هربرت بنسون، وبيتكلم عن حاجة اسمها استجابة الاسترخاء. لما نمارس تقنيات معينة تخلينا نهدى ونتنفس ونتعامل مع الضغوط بطريقة ذكية، يعني من الآخر كده كأننا بندوس على زرار بوز للنكد والاستفزاز والغضب. طيب نهدى ازاي بقى؟ بنسون بيقول إننا نقدر نهدي جسمنا وعقلنا ب4 طرق بسيطة جدا. أول حاجة التنفس العميق، ناخد نفس من بطننا مش من صدرنا ببطء ونطلعه بالراحة. تاني خطوة هي التأمل، نركز على كلمة واحدة أو حتى على التنفس ونسيب الأفكار تعدي كأنها سحاب. تالت خطوة هي استرخاء العضلات، نضغط على كل عضلة في جسمنا ونسيبها تسيب من أول صباع رجلنا لحد وشنا. التخيل الإيجابي، تخيلي نفسك في مكان بتحبيه، بحر، خضرة، تخيلي ان انتي مرتاحة ومسترخية وسعيدة ومبسوطة. طب هو الكلام ده مهم ليه؟ الكتاب بيأكد ان التكنيكات دي بتساعد في علاج حاجات كتير جدا، زي ضغط الدم العالي، التوتر والقلق، الأرق، آلام الجسم. يعني بدل ما نمشي بمسكنات وبأدوية ضغط وسكر، ممكن يعني نبدأ نسمع جسمنا ونفهمه. في مجموعة من الجمل قالها بنسون عجبتني جدا، منهم إن الهدوء مش رفاهية، ده أسلوب حياة. يعني من الآخر لو خصصتي 10 دقايق بس من يومك للاسترخاء هتحسي بفرق حقيقي في مزاجك وفي طاقتك وفي نومك. جربي أي طريقة من اللي قلناها النهاردة وقوليلي في الكومنتات إيه أكتر حاجة نفعت معاكي. وطبعا ما تنسيش تشوفي الفيديوهات اللي فاتت، وكمان تتابعيني في الفيديوهات الجاية. هتبسط جدا مع كل كومنت وكل لايك. أشوفكم على خير الفيديو الجاي.